مساء الخير، مساء الجمال، مساء الحب، مساء الطاقة الحلوة، ومساء الخير مع لطيفة. اليوم كتير حابة أحكي عن الزبادي. الزبادي في حال انتهت صلاحيته ضروري بليز في أشياء ما بتنرمى، لأنه بالعكس بتزيد نسبة الفيتامين B12 والبي 6 فيه، لأنه بتزيد نسبة الإنزيم، فهذا الإنزيم بزيد نسبة هالفيتامينز، فهذا له تأثير كبير وفايدة للبشرة. فأنا اليوم حنعمل خلطة الزبادي مع العسل كماسك طبيعي بغذي وبقشر وبرطب البشرة. ماسك اللبن أو الزبادي ممكن نعمله مرة لمرتين بالأسبوع، بينحط على البشرة ربع ساعة 20 دقيقة مينيموم أقل شي، وادعولي لأنه كتير 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 إله فوائد طبيعية، الخلطات والأشياء الطبيعية. هلا أنا أكيد بستعمل كريمات اوكي لأنه أنا هاي رغبتي، بس في ناس ما بتحب، بس أنا دايما بحفز إنه لو شو ما استعملته ما تستغنوا عن الطبيعة والأشياء الطبيعية، ريحتها بتجنن. طبعا أكيد اللبن بتلاقوه اوكي لو خلص مدته، بس بحالة إنه مش بالمرة يعني. ففورا اعملوا أي خلطة تخطر ببالكم للبشرة. أخذت أنا كمية بسيطة يعني قريب المعلقة بس، وشوية عسل مع أجوائي الحلوة. أنا بحب أعمل دايما أجواء وبس. بتحطوه على البشرة وبتنطروا لتنشف، وطبعا بتتركوه عشان البشرة تمتص الفوائد اللبن والزبادي. ما بدنا ننسى إنه البشرة الشاحبة والفاقدة للحيوية كمان كتير بتستفيد منها، وحتى بهدي حبوب الشباب، يعني طبعا مش المتفاقمة واللي بتحتاج دكتور. ما بدنا ننسى كمان انه العسل كمان بشد البشرة كتير حلو، حتى فينا نستخدمه لحاله. برجع بعمل خلطات تانية للعسل بس، وفينا نعمل كمان للزبادي. بس انا كمان معلومة حابة اقولها، انه لما نغسل وجهنا ما في داعي نغسله يعني بصابون او شيء، خلص بس منغسله بماء فاتر او بارد، ما يعني ما يكون مسقع كتير ولا يكون سخن، لانه المي السخنة ابدا ما بتسوى للبشرة، وبس ومننشفه بنعومة. وانا بفضل انه ننشف وجهنا. هلا نحن لانه نحن بتعرفوا هلا هذه حلقة تانية لحالها، بس مبدئيا باختصار بكلينكس ناعم هيك طبطبة افضل ما نمسك المنشفة اللي اكتر من حدا ماسكها، او انت نفسك ماسكتيها ومغسلة ومسحة فيها ايديك، فالبشرة دايما حساسة. وبس يسعد مساكم يا رب مع مقتطفات الحياة.